اقول له يا اسماعيل عشان انت قلبك طيب. اولا انا عايزه اقول لك ازيك يا همت، غباء ازيك يا ربنا مدام جعل لك سبب. همت. حضرتك خسته طالعه اكتر تتكلمي على اسماعيل الليثي ان انت واخده كنت محتوى هو هتتخرج ومراته بقالك فتره كبيره مش من دلوقتي، طلعتها هي واخداهم بتقول لك محتوى بنذبحهم. تتكلمي الواحده وبتستفزي المره لما الناس. تطلع تقول على الهوا اذبح واول من جوزي يبقى تنبأ ماسكه بوفاه السلاح، اسماعيل الليثي هو حضرتك. انا شاكه في امرك، وعارفه ان انتي هي اللي كسبت عامله في الجوله مليون الاولى الف عمليه والثانيه. تجميل عشان تغيري من شكلك، وريني بقى لكن هتكسبي انتي الثالثه ازاي للاسف البصه في وشك تقطع الخميره من البيت. وتربة ابنه اولا. ثانيا، ولا انتي بلاش مين اقول انتي عشان ابنه تطلعي وتربة تتنبئي؟ ابنه انتي مين انتي اللي اتقهر وتطلعي عليه تستفزيها؟ خليكي وهو عارفه كان يا معاه ستي، عارفه وسابه ان هو هيموت او هو ميت اكلينيكيا لا تشوفي. وهيموت. وحياة طالعه ايه تستفزي مالك الناس ليه؟ اللي وطالعه طالعه بتقولي تستفزيهم له ليه؟ انا انتي عايزه ما فلوس عندكيش حاجه اسمها وممكن رحمه. انزل فلوس. شيخة ايه فلوس ايه وروحانيه؟ انت اقسم بالله ما واحده تفقهي كانت اي نهاريه شيء في مني الروحانيات اصل هي نفخه ولا ثلاثه وانا تفقهي اي نفخه حاجه في برضه. العالم ده. انت واخداها كده ايه؟ انت حبيبتي انت مريضه، ما تعرفوش الا والله الكيد العظيم مريضه. انت عايزه والوحده اللي تتعالجي، عايزه انت منك، هو عايزه ده اللي انتوا تتعالجي وانت تعرفوه. عارفه تتعالجي ازاي. علاجك انك تتحطي في اوضه ضلمه والناس تنزل فيكي ضرب ضرب لما يبربقوكي من كل حته، لان انت مش عاتقه حد على البرنامج، ما انت سايبه حد. انت فكرك مريض، فكرك فيروس. الناس بقت بتبصلك وبقت بدأت تقتنع بكلامك مع ان انت مريضة. هما مش فاهمين ان انت مريضة، لكن احنا فاهمين ان انت مريضة ولازم لك علاج. روحي تعالجي يا مدام همت، روحي تعالجي حبيبتي. روحانيات ايه وكلام فاضي ايه اللي انت تفقهيه؟ انت لو بني ادمة تفقهي حاجة في الروحانيات فكنتيش استفزيتي الناس اللي هم ابنهم ميت وما علينا من اللي بيعملوه، ملناش دعوة. دعي الخلق للخالق، انت ما كنتش ربنا هتحاسبيهم. دي اول حاجة. تاني حاجة، انت عارفة ان هو هيموت، وخلينا نقول ان انت روحانيتك عالية قوي وقالت لك ان هو هيموت. ده من مبادئ ربنا اللي انت طالعه تقولي الله يلي نص شعرك باين. الله ان انت بتعبدي ربنا وواحده بتتكلمي عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، مع ان المفروض يعني انا مين اصلا عشان اطلع اقول انك انت تتكلمي عن ربنا ليه وتتكلمي عن الرسول؟ لا انا مش حد ماشي، لكن احنا بنتكلم في حيز انت اللي اضطريتي اللي كل الناس تطلع تتكلم معاكي فيه. انت اللي مين انت عشان تطلعي تتكلمي عن الجنه وعن النار وعن ربنا وعن انت ما بتقوليش لنفسك ليه؟ واخده الناس محتوى ليكي عشان تطلعي انت يا بنتي. اللايف بتاعك انا قاعده عندك 24 ساعه، عارفاكي من زمان، من ايام ما كنتي حاطه في دماغك الشيخ احمد في دماغك وطلع وكسفك قدام الناس كلها وبين حقيقتك للناس كلها. اللايف كان عندك 50، ما بيزيدش عن 50. لما لقيتي نفسك لما بتحكيها مع حد مشهور وتحكيها وتشتمي في الناس، لقيتي المحتوى عندك بيزيد واللايف عندك بدأ يعلى وخدتي الناس محتوى. ده مبدأ، ده انتي هتتحشري في نار جهنم يا شيخة. مريضة نفسيا يا جدعان، اقسم بالله الانسانة دي تقعدوا تسمعوها مريضة نفسيا. ولما جابوكي امبارح وفتحوا عليكي لايفات ويقولوا لك احنا عايزين نعرف ايه السبب اللي مخليكي حاطة اسماعيل ومراته، طب هو اسماعيل مات اهو. ارتحتي يا ستي؟ يكش تكوني كده ارتحتي ونارك بردت يا ام نار.